بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 3/7/2013 من أعظم أيام حياتنا كلنا، لأن احنا ورينا للعالم أجمع إن مصر قائدة على مر العصور، إن مصر بتعيد شبابها كل يوم. مش هتكلم في الماضي، ولكن مبروك لشعب مصر داخل مصر وخارج مصر، وكلنا إن شاء الله إيد واحدة. لابد إن المصريين ما يجزأوش نفسهم، ونبدأ النهاردة إن احنا كلنا جزء مجزأ في نسيج واحد. اختلاف الآراء يجعلنا أعظم شعب، ونشيل العداء والخصام اللي اتزرع فينا، ونحط بداله الألفة والعمل لرفع مصر عاليا. مبروك للشعب والجيش والداخلية، مبروك لكل الناس، مبروك يا حبايبي. عاوزين نقول ايه دلوقتي لشبابنا اللي احنا هنسمعهم، لانهم هم عندهم القدرة على التغيير، لان الموتور بتاعهم قوي، فسهل اللي هم يعدلوا مصر للطريق الصحيح. الخبرات، الناس العجزان اللي زي احنا تحت امركم، وخبراتنا جايبينها من بره لمصر، فأرجو مننا كلنا يا أعظم شعب في التاريخ. الواحد محظوظ جدا اللي هو عاش الأيام دي. كان نفسي زمان أعيش في الثلاثينات والأربعينات والعشرينات وأشوف مصر عظيمة. النهاردة أنا فرحان جدا اللي هو ربنا اداني الصحة والعافية، اللي أنا لسه ما زلت على قيد الحياة، إن أنا أشوف مصر بعظمتها. لأن الواحد كان دايما يسمع مصر العظيمة، مصر العظيمة أيام الفراعنة، مصر العظيمة أيام محمد علي، مصر العظيمة أيام أحمد عرابي، مصر العظيمة أيام سعد زغلول. النهاردة شفنا مصر عظيمة بشبابنا، ولابد اللي احنا نبدأ نشتغل نبدأ من القليل، لكل زقة وكل حارة وكل شارع وكل مدينة تبدأ من نفسها. نبدأ، بما إنني بورسعيدي نبدأ بورسعيد. وده مش عنصرية، لا، أنا عاوز أجيب اللي أنا شبعت منه من مصر وجيت أمريكا واتعلمت زيادة وزيادة، أرجعها لمصر، أرجعها لبورسعيد، أرجعها لحارتنا. فمبروك عليكم، مش هطول عليكم، ولكن الواحد كده فرحان اللي هو مصري. والله العظيم، يعني ايه ده الجمال ده، ايه الجمال ده. بس قدامنا طريق طويل، قدامنا نرفع مصر، وده بداية عظيمة للي عملوها النهاردة. والقرار اللي طلع النهاردة بجماله وبحرفيته، الواحد فرحان. والإخوة اللي احنا مختلفين معاهم، تعالوا ايدنا في ايد بعض لرفع مصر عاليا. مصر تستوعب الجميع للنجاح. سيد بدرية، تحياتي وأشوائي يا أعظم شعب. قشطة عليكم.